ده اكتر فيديو هيشدك من اول لاخر لحظة، فما تنساش تعمل لايك وتقول رأيك، وهرد على كل التعليقات. بيبدأ الفيلم مع بنت اسمها إيفا، وهي في طريقها لمطار باريس علشان تستقبل بيتر، وبيتر بيكون المستشار المالي لصندوق النقد الدولي، وإيفا بتكون قاتلة مأجورة تابعة لمنظمة سايمون، والمنظمة دي هدفها إنها تغتال شخصيات مهمة لصالح ناس تانية مقابل الفلوس، وتعتبر إيفا من أكفأ أفراد المنظمة، وده لأن هي شاركت في 40 عملية اغتيال قبل كده ونجحت فيهم كلهم. وفي الوقت ده بتوصل إيفا للمطار، وبتستنى لما بيتر يخرج من المطار، وبيركب معاها العربية علشان تتحرك لمكان المؤتمر اللي هيحضره. وفي الطريق بتحاول إيفا ان هي تغري بيتر علشان يخليها توقف العربية او ترجع تقعد جنبه، فبيفضل بيتر يتغزل فيها وبيطلب منها ان هي توقف العربية وتقعد جنبه، فبتنزل إيفا فعلا من العربية وبتقعد في الكنبة اللي ورا. فبيحاول بيتر ان هو يقرب منها، ولكنها بتقول له استنى، وبتسأله ليه شكله في الحقيقة احلى من شكله في الصور، فبيستغرب من سؤالها ده وبيقول لها شافته فين قبل كده، لكنها بتتجاهل سؤاله وبتقول له يحكي لها ايه اللي ممكن يكون عمله يخلي حد عاوز يقتله. فبيستغرب مرة تانية من السؤال ده، ولكنه بيخاف اول ما بيشوف المسدس في ايديها وبيفتكرها بتهزر، وبيقول لها ان ده اكيد مقلب من مديره في الشغل، فبيطلع موبايله علشان يتصل بيه، فبتضرب طلقة على التليفون وبتيجي في ايده، وبتقول له يحكي لها الحاجة اللي هو عملها غلط لانها بتحب تعرف ذنب الضحية قبل ما تقتلها. فبيحاول بيتر انه يترجاها ما تقتلهوش، وبيغريها بالفلوس وبيقول لها ان هو هيديها فلوس كتير جدا، وبعدين بيحاول انه يهجم عليها وياخد منها المسدس، فبتقتله إيفا على طول. وبيتصل بيها دوك مديرها في المنظمة واللي بتعتبره ابوها الروحي، وبيتكلم معاها دوك علشان يتأكد ان المهمة تمت، وبيسألها لو كانت عايزة تتكلم في اي حاجة تانية لان صوتها متوتر، لكنها بترفض تتكلم في اي حاجة، وبتطلب منه ان هي تاخد اجازة وتسافر بوسطن تقابل اهلها لان هي ما شافتش اهلها من 8 سنين. فبيوافق وبيقول لها ان هي بعد ما تسافر بوسطن هتسافر للرياض علشان عندها مهمة هناك، فبتتحرك للمطار وبتركب طيارتها لبوسطن، واول ما بتوصل بتروح تقعد في فندق وبتطلع الأوضة بتاعتها، فبيخبط باب الأوضة، فبتفتح إيفا وبتلاقي موظف من الفندق معاه طرد ليها، فبتاخد منه الطرد وبتفتحه، فبتلاقي جواه مسدس وفلوس باعتهم دوك علشان تجهز نفسها لعملية الرياض. فبتشيل المسدس والفلوس وبتروح للتلاجة علشان تجيب مشروب، وبتلاقي التلاجة مليانة ازايز خمرة، وبتكون إيفا في الوقت ده مبطلة شرب بقالها مدة طويلة، فبتراجع نفسها وما بتشربش، وبتقوم تلبس هدومها علشان تنزل، وبتروح لمكان فيه حفلة موسيقية، والفرقة اللي بتعزف في المكان ده هي فرقة جود، وجود دي تبقى أختها، فبتستنى لما تخلص علشان تتكلم مع أختها، وبيمشوا مع بعض لحد البيت. وفي الطريق إيفا بتسألها عن حياتهم بعد ما سابت البيت ومشت من 8 سنين، فبتقول لها جود ان هي ارتبطت بمايكل وان هم حاليا عايشين مع بعض في بيت لوحدهم، وبتقول لها ان وجودها في المدينة في الوقت ده بيهدد علاقتها بمايكل، خصوصا ان هو الاكس بتاع إيفا. وغير كده جود بتكون شايفة ان إيفا اتخلت عنها وعن امها لما قررت تمشي وتسيب البيت. والتاني يوم بتروح إيفا مع اختها للمستشفى علشان يطمنوا على امها، وهناك بتقول ام إيفا ان هي كانت تعبانة قوي الفترة اللي فاتت، وبتلومها علشان كانت غايبة طول الفترة دي، وبتطلب منهم انهم يخرجوا للحديقة علشان عايزة تشوف الشمس. فبيطلعوا كلهم للحديقة، وبتسألها امها عن الشغل اللي اشتغلته بعد ما خرجت من الجيش، لكن إيفا بتتهرب من سؤالها وبتقوم علشان تمشي، فبتوقفها امها قبل ما تمشي، وبتطلب منها ان هي لما تقابل مايكل ما تفكرش في مشاعرها لان هو دلوقتي مرتبط باختها. فبتتجاهل إيفا كلامها وبتمشي، وبتسافر للرياض علشان تقوم بالمهمة بتاعتها، وبيكون مطلوب منها ان هي تختل الجنرال سوليمان، وده جنرال انجليزي مشهور جدا في العالم كله لانه بيشتغل في تهريب الاسلحة، وده بيخلي عنده علاقات مع شخصيات مهمة جدا في دول كتير. وفي الفترة دي هيكون في ضيافة السفير الانجليزي في الرياض، ودي فرصة إيفا ان هي تقتله، ولكن لازم يبان ان هو مات طبيعي علشان محدش يدور وراهم. وبتوصل إيفا للرياض وبتتعرف على سوليمان على اساس ان هي صديقة قديمة للعيلة وكانوا متربيين مع بعض، وبتقول له ان اسمها بورتر، فبيعجب بيها سوليمان وبتقرر ان هي تقعد معاه طول مدة زيارته للرياض، وبيطلب منها ان هي تطلع معاه الأوضة، فبتوافق إيفا. وقبل ما يركبوا الاسانسير بيطلب من المساعدين بتوعه انهم يسيبوهم لوحدهم، وبتبدأ إيفا تغري سوليمان وهو بيكون مبسوط بكده. وفجأة هنا بتحقنه إيفا بحقنة في رجله، وبتقول له ان هو هيموت في اقل من 15 دقيقة، وبتتمنى لو كانت تعرف منه ايه الذنب اللي عمله علشان يتقتل. واثناء ما هي بتكلمه بيقتحم الحرس بتوع الأوضة، فبتسحب إيفا سكينة كانت موجودة جنبها على المكتب وبتذبح سوليمان، وبعدها بتضرب السكينة في قلب المساعد بتاعه، وبتهجم على المساعد التاني وبتسحب منه المسدس، وبتعرف منه ان هي نطقت اسم سوليمان غلط. فبتفهم إيفا ان المنظمة اديتها معلومات غلط
علشان تخلي الحراس يقتلوها، وعشان كده هي لازم تهرب قبل ما تموت. فبتقتل إيفا المساعد بالمسدس اللي معاها، وفجأة بيهجم عليها 2 تانيين فبتقتلهم، وقبل ما تهرب بيهجم عليها حارس تالت. فبتحاول إيفا ان هي تخلص عليه وبتنجح وبتقتله بالعافية، وهنا بيكون العدد بيزيد فبتبهدل نفسها وبتطلع للطرقة وبتعمل نفسها يغمى عليها، وبتفضل تنادي على حد من الحراس علشان يساعدها، وبتقول لهم ينقذوا الجنرال. فبياخدها واحد من الحراس علشان يبعدها عن مكان الجريمة، واثناء ما هو ساندها بتسحب إيفا قنبلة دخان من جيبه وبتطلب منه ان هي تقعد على كرسي علشان تستريح. فبيوصلها للكرسي وبيمشي، وبعدها بتمشي في اتجاه الباب وبترمي القنبلة وبتهرب إيفا بسرعة من الفندق. وبعدها بتسافر لفرنسا علشان تقابل دوك، وهناك بتقول إيفا لدوك ان هي اتبلغت بالاسم غلط وان الجنرال اسمه سليمان مش سليمان. فبيقول لها ان هي كانت غلطة مطبعية ومش مقصودة، والإدارة عارفة ان هي مش غلطة إيفا. فبتقول له إيفا ان هو لو عاوز يخلص منها يطردها من الشغل بدل ما يديها معلومات غلط. فبيقول لها ان المنظمة ناقشت موضوع قتلها لكن هو رفض، وبيأكد لها ان الغلطة دي ما كانتش مقصودة ومحدش هيحاسبها عليها، وبيقول لها كمان ان ابوها مات وبكده هتقدر ترجع تعيش مع امها مرة تانية، وبينصحها ان هي تقعد معاهم فترة علشان تهدي اعصابها. فبتقول له ان هي هتاخد اجازة هتسافر فيها لبوسطن وترجع بعدها للشغل، وبتسيبه إيفا وبتمشي. وفي الوقت ده بيقرر دوك ان هو يروح لسايمون لان هو السبب في الغلطة بتاعة الاسم واللي كانت هتبقى السبب في موت إيفا. فبيروح له البيت، وهناك بيستقبله سايمون وبنته الكبيرة واللي تعتبر مساعدته ودراعه اليمين. فبيقول له دوك ان هو عارف ان هو السبب في غلطة الاسم، وبيأكد عليه ان إيفا من اهم الموظفين في المنظمة وان هو بيعتبرها بنته، وبيحذره لو فكر يقتلها لازم يقتله هو الاول، وبيسيبه وبيمشي. فبيتكلم سايمون مع بنته وبيقول لها ان هو لازم يلاقي طريقة يقتل بيها إيفا ولكن من غير ما يصير غضب دوك، وانه لازم يقتلها في اقرب وقت لانها خلفت البروتوكول وبتتكلم مع الضحية قبل ما تقتلهم، وده بيشكل خطر على المنظمة بتاعتهم. وفي الاثناء دي بتكون إيفا وصلت لبوسطن وبتروح للمستشفى علشان تطمن على امها، وهي في المستشفى بتشوف مايكل وهو بيتكلم مع الدكتور. فبتلف علشان تمشي قبل ما يشوفها، ولكن مايكل بينادي عليها وبيسلم عليها لانه ما شافهاش من سنين وبيستغرب ان هي موجودة في بوسطن. فبتقول له إيفا ان هي عارفة ان هو في علاقة مع اختها وكلامهم مع بعض هيضايق جود. وفي الاثناء دي بتسمعهم جود وبتخرج من اوضة امها، وبتقول لإيفا ان هي المفروض تتصل بيهم قبل ما تظهر فجأة كده. فبتستغرب إيفا من كلامها وبتقول لها ان هي جاية تطمن على امها، وبتسيبها وبتدخل الاوضة. وامها بتقول لها ان هي حاسة ان هي هتموت قريب، علشان كده بتطلب من إيفا ان هي تقعد مع جود ومايكل ويخرجوا مع بعض علشان تطمن ان العلاقة بينهم كويسة. فبتحاول إيفا ان هي تتهرب من كلام امها، وبتقوم تصلح سلك التلفزيون بتاع الأوضة وبتبص على مايكل من غير ما ياخد باله، وبيبان على إيفا ان هي متضايقة بسبب علاقة مايكل بأختها. فبترجع للفندق وبتطلع أوضتها علشان تغير هدومها وتنزل تجري شوية. وفي الأثناء دي بيتصل سايمون بشخص موجود في بوسطن وبيأمره يطارد إيفا ويحاول يقتلها، وبيقفل المكالمة. فبيروح الشخص ده للفندق اللي فيه إيفا وبيستناها تنزل علشان تمارس رياضتها ويطاردها. وفي الأثناء دي بتلاحظ إيفا ان في حد بيراقبها، فبتجري بسرعة علشان تتأكد ان الشخص ده بيطاردها فعلا لحد ما بتوصل عند النافورة وبتقف علشان تقتله، وبيبدأوا يهجموا على بعض. وبتطلع إيفا عصاية حديد كانت شايلاها، وبتنجح إيفا ان هي تضرب الشخص ده وتاخد منه السكينة. فبيطلع مسدس وبتضربه إيفا مرة تانية وبتوقع منه المسدس على الأرض، وبتفضل تضرب فيه لحد ما بيقع على الأرض وبتقدر تخلص عليه. وبعدها بتسافر إيفا علشان تقابل دوك، ولما بتقابله بتسأله عن الشخص اللي كان بيطاردها ولو كان هو اللي بعته. فبيقول لها دوك ان الشخص ده كان عميل سابق في المخابرات الفرنسية ولكنه اتطرد من وظيفته بسبب المخدرات. ودوك والمنظمة ملهمش اي علاقة بهجومه على إيفا، لان لو المنظمة كانت عايزة تتخلص منها كانوا عملوا كده من زمان. ولكن إيفا مش بتصدق كلامه وبتقول له ان هو لو عاوز يموتها يقول لها بسهولة. فبيقول لها دوك ان هو عارف ان هي مش بتثق في حد ولكن هو مش اي حد، وان هو بيعتبرها بنته بجد، وبيحط ايده على كتفها وبيعرض عليها المساعدة. فبتشكره إيفا على عرضه ده وبتقول له ان هي تهتم بنفسها، وبتديله المسدس بتاع الشخص اللي كان بيهاجمها. وبترجع لبوسطن مرة تانية علشان تجهز نفسها وتروح تقابل جود ومايكل. فبتروح إيفا للمطعم وبتفضل تسمع جود ومايكل هما بيتكلموا، ولكنها مش بتكون مركزة معاهم ومستنية اليوم يخلص علشان تروح، لان هي خرجت معاهم اصلا علشان ترضي امها. ولكن بيقطع سرحانها ده جود وهي بتاخد الكاس من قدامها، وبتقول للويتر ان إيفا مش هتقدر تشرب لانها بطلت شرب. بتقول إيفا ان هي ما ينفعش تكون موجودة معاهم ولازم تروح لان القعدة دي فيها ذكريات كتير، وبتكون قصده بكلامها ده علاقتها بمايكل. فبتتعصب عليها جود وبتسيب الترابيزة وبتقوم. فمايكل بيقول لإيفا ان هي مش هتقدر تصلح كل الحاجات اللي اتكسرت قبل كده زي علاقتهم، وبيخلص اليوم. وبتروح إيفا وبتطلع اوضتها علشان تنام، وبتصحى من النوم على صوت خبط على الباب. فبتجيب مسدسها بسرعة لان هي فاكرة ان في حد هيتهجم عليها،
لكنها بتخبيه بسرعة لما بتعرف انها جود. فبتفتح لها الباب وبتدخل جود الأوضة وبتقول لإيفا ان هي جايه لها ان مايكل مرجعش البيت من امبارح، وجود كانت شاكة ان مايكل موجود عند إيفا. فبتقول لها إيفا ان هي ما شافتش مايكل من ساعة ما مشوا من المطعم. فهنا إيفا بتقول لها ان هي عارفة صالة القمار اللي هو ممكن يكون موجود فيها، وبتوعدها ان هي هتروح له وتدور عليه. فبتروح إيفا لصالة القمار اللي كانت بتروحها مع مايكل لما كانوا في علاقة مع بعض، وبتوصل هناك وبيسمح لها الحارس ان هي تدخل. وجوه بتقابل توني صاحبة الصالة وبتبدأ تستفز إيفا لان إيفا كانت شغالة معاها قبل ما ابوها يطردها. وغير كده إيفا ارتبطت بمايكل بعد ما اقنعته ينفصل عن توني. فبتتجاهل إيفا كلامها وبتطلب من مايكل انه يمشي معاها. وفي الطريق بيسألها مايكل عن المكان اللي اتعلمت فيه الحركات القتالية دي، فبتقول له ان هي اتدربت في المصحة اللي كانت بتعالجها من الادمان، لكنه مش بيصدقها وبيقول لها ما تردش الفلوس لتوني وهو هيتصرف في الفلوس، ولو ما قدرش يجمع المبلغ هيقتلها وخلاص. فبتقول له إيفا ان هو ما ينفعش يعمل كده لانه ممكن يتقبض عليه، وبتحط ايديها على وشه. فبيزقها مايكل وبيقول لها ان هو فعلا في علاقة مع اختها واللي هي بتعمله ده ما ينفعش، فمش هينفع يكون في اي حاجة بينهم، وبيسيبها وبيمشي. فبتنهار إيفا وبترجع للفندق، وهناك بتطلب كاس خمرة لكنها مش بتشربه، وبتفضل مترددة شوية وبتسيبه وبتطلع اوضتها. في نفس الوقت ده بيروح دوك لبيت سايمون، وهناك بيقول له ان هو عارف ان الشخص اللي هاجم إيفا كان سايمون هو اللي بعته، وبيقول له ان هو لازم يلغي امر قتل إيفا والا هيقتله، وبيطلع مسدسه علشان يقتله. لكن بنت سايمون الكبيرة بترفع مسدسها عند دماغ دوك وبتاخد المسدس من ايده، وفجأة بتظهر بنت سايمون الصغيرة وبتجري على دوك علشان تحضنه. فبتنزل اختها المسدس بسرعة، وبتفضل البنت الصغيرة تلعب مع دوك اللي بتعتبره جدها لان هو على طول عندهم في البيت وصديق مقرب لسايمون. فبيطلب منها سايمون ان هي تدخل البيت علشان يخلص شغله مع دوك، وبمجرد ما بتمشي الطفلة بترفع بنت سايمون المسدس على دماغه تاني، لكن دوك بيضربها وبيوقعها على الارض. فبيهجم عليه سايمون وبيفضل يضربه، ولكنه بيستجمع قوته وبيقوم بيقف مرة تانية، وبيهجم عليه سايمون في الوقت اللي بيحاول فيه دوك ان هو يصد ضرباته، لكن بحكم السن مش بيقدر يعمل حاجة. فبيضربه سايمون وبيطلعه بره الكوخ. فبيمسك سايمون سكينة وبيبدأ يهاجم دوك، وبينجح ان هو يجرحه ويطعنه اكتر من مرة، وبيقع دوك على الارض. فبيربطوا سايمون بسلاسل وبيسحبوا لحد البحيرة، وهناك بيصوروا سايمون قبل ما يرميه في البحيرة. وبالليل بيتصل سايمون بإيفا وبيحذرها ان هو يقتلها، وكمان بيقول لها ان هو قتل دوك لانه ضحى بنفسه علشان خاطرها، لكن إيفا مش بتصدقه. فبيبعت لها هنا الصور اللي هو صورها لدوك على الموبايل. فبتنهار إيفا بسبب موت دوك لان هي كانت متعلقة بيه جدا وبتعتبره ابوها. فبتروح في الوقت ده لمايكل علشان يحتويها لان هي منهارة جدا. فبتخبط على مايكل وبتسأله عن جود، فبيقول لها ان هي في حفلة وان هي مش موجودة في البيت. فبتحاول إيفا ان هي تقرب منه وبتطلب منه انه يهرب معاها، لكن مايكل بيرفض وبيقول لها ان جود حامل منه وان هو مش هيقدر يسيبها ويهرب، وبيسيبها وبيمشي. فبترجع إيفا على الفندق وبتفتح التلاجة وبتطلع منها ازاز الخمرة الموجودة فيها، وبتقرر ان هي ترجع تشرب مرة تانية. وبتفضل قاعدة لتاني يوم على الارض تعيط وتشرب خمرة علشان تتخطى حزنها على موت دوك، وكمان رفض مايكل ليها. واثناء ما هي بتشرب وبتعيط بتسمع صوت خطوات رجل، فبتقوم تجيب مسدسها علشان تدافع عن نفسها، وبيكون الشخص الموجود معاها في الأوضة هو سايمون وجاي علشان يقتلها. فبيبدأوا يطاردوا بعض بالمسدسات لكن محدش فيهم بيصيب التاني. فبترمي إيفا مسدسها وبتهجم على سايمون، وبتمسك مسدسه وبتسحب منه الخزنة وبتفضل تضربه وهو بيحاول يتفادى ضربها ده، وبيفضلوا يضربوا في بعض لحد ما بتمسكه إيفا وبتحاول تخنقه، ولكنه بيقدر يهرب من ايديها وبيشيلها وبيرميها على الترابيزة. فبتكسر الترابيزة وبتقع إيفا على الارض، وبيقع سايمون هو كمان، وبيكون كل واحد منهم تعب خلاص. فبيقول لها سايمون ان هو هيسيبها تعيش لان دوك كان بيحبها، لكنه بيحذرها ان هو لو شافها مرة تانية هيقتلها. وبيمشي سايمون. فبتقرر إيفا ان هي تطارده، فبتنزل وراه وبتفضل تطارده لحد ما بيوصلوا لكوبري موجود في الطريق. فبينط سايمون من على الكوبري وبينزل على كومة رمل، فبتنط وراه إيفا وبتضربه في رجله بالنار. فبيقع سايمون على الارض، وبيترجى إيفا ان هي ما تقتلش عيلته. فبتقول له إيفا ان هي مش هتقرب لحد من عيلته، وبتقول له ان هي مش هتسأله المرة دي عن الذنب اللي عمله لانها عارفة الذنب بتاعه. وبتضربه إيفا بالنار وبيموت. فبتروح إيفا على بيت جود وبتطلب منها ان هي تمشي من بوسطن هي وامها ومايكل، وبتطلب منها ان هي ما تسافرش لاوروبا او امريكا، وبتديها رقم حساب بنكي فيه 500,000 دولار، وبتقول لها تصرف منه زي ما هي عايزة، وبتديها فلوس تكفيهم يسافروا خارج بوسطن، وبتسيبها وبتمشي. وفي الاثناء دي بتكون بنت سايمون الكبيرة بتراقب إيفا وبتطاردها، وبيخلص الفيلم. ولو عجبك الفيلم اعمل لنا لايك واكتب لنا رأيك في الكومنتات.